إخراج نجوى إبراهيم. يا صباح الفل، القهوة المظبوطة لأجدع مستشار في مصر. حطها عندك يا فتوح. ايه مالك يا سعادة البيت؟ انت مش عاجبني خالص، اديلك كده كام يوم. قلقان من ايه بس؟ ملقاش يا معدن والحمد لله وكله على العال. هاني يا فتوح هاني. ابن الدكتور عزة ماله كفل الشر؟ يعني ما انتش عارف؟ يعني عشان ما هو شقي حبتين، ما كل العيال على ده الحال، بكره ربنا يهديه. لا الشقاوة مش قلقاني، ده سلوك طبيعي للي في سنه. امال ايه بس؟ مش هتفهمني يا فتوح، مش هتفهمني. طب يا بيه، اي نعم انا راجل امي وما رحتش مدارس، لكن عشرتي الطويله مع سعادتك راجل متسقف وواعي، خلتني اميز واوزن الامور صح. انا مش قصدي، بس اللي عايز اقوله ان في هجمة شرسة احنا بنواجهها، حرب من نوع جديد. انا خوفي وقلقي على الجيل كله، مش هاني وبس، لا احنا مخترقين ثقافيا. انت فاهمني مش كده يا فتوح؟ طبعا كلام سعادتك مظبوط. الولد تقريبا بقى خواجه، ده ما بيعرفش يقول جملة عربي سليمة، عمري ما شفته بيصلي. طبعا مين هيعلمه الصلاة؟ الأب باستمرار مسافر، وأمه بالنهار في المستشفى وبالليل في العيادة. الحمد لله ان سعادتك على المعاش وتقدر تتابعه، لكن ليه يا بيه ما بيعلموش الحاجات ديت في المدارس؟ عايز المدارس الأمريكاني والألماني تدي دروس في الصلاة؟ ده كتر خيرهم انهم يدرسوا التاريخ والعربي. ومالها بس مدارس الحكومة؟ عشان يتعلموا لغة يا سيدي. العيال خلاص فقدت الانتماء، وكل ده ومش عايزني اقلق يا فتوح. هاي فتوح. ايه يا مان، ما تمسك نفسك شوية. عاجبك كده يا سعادة البيه؟ سهاني في الدخلة وفي الخارجة يتمثل علي. وبعدين يا هاني مش قلنا كده عيب؟ بضحك معايا جدو. هاي. اللهم طوليك يا روح. بص بقى يا هاني، مرة تانية تقول كلمة هاي دي مش هرد عليك. جود افترنون. ولا دي كمان. اتكلم عربي يا اخي. ايوه نهارك سعيد جدو. يا ابني انت ليه محسسني اني خارج من فيلم ابيض واسود؟ ما انا مش عارف اقول ايه. تقول سلام عليكم يا سهاني. اوكي سلام عليكم. ما فيش فايدة. قول ايه؟ ادخل اوضتك وغير هدومك ويلا عشان نتغدى. اوه انا حقيقي جعان موت. المنيو فيه ايه بقى؟ خبيزة على لحمة جملي. واو. ايه واو دي؟ قول بسم الله ما شاء الله. وات ايفر. مش الخبزة دي يا جدو تتشوي على الجريل؟ جريل ايه يا ابني؟ ده خضار زيه زي الملوخية والسبانخ. نو نيفر. امال عايز تاكل ايه؟ اظن هتقول لي بيتزا وبرجر والحاجات اللي طلعتوني فيها الايام دي. اي لايك ات. الحاجات دي غير صحية بالمرة. ما كل الناس بتاكلها. جهل بيغرهم الصلصات والسبايسي والماليات اللي ربنا وحده اعلم بالزيوت اللي اتقالت فيها. اوه انا زهقت بقى، كل يوم تسمعني المحاضرة دي. مش واكل. ماشي يا استاذ هاني، انا هعرفك ازاي تتكلم مع جدك. اهدى يا جمال بيه. عكر لي دمي. انا كنت بقول يعني ما تقولش حاجة. روح هات لي التليفون. هتعمل ايه يا سعادة البيه؟ هطلب للولد بيتزا علشان يتغدى، ما اكلش حاجة طول النهار، وهات لنا احنا الخبيزة. انا هجيب لسعادتك بس. ليه؟ مش هتتغدى ولا ايه؟ انا هاخد بيتزا مع سيهان. هاني مش وحش للدرجة دي يا بابا. الولد من غير ما يشعر بيدخل مصطلحات اجنبية في كلامه. وايه كمان؟ عاجبك ستايل اللبس بتاعه ده؟ عاجبك البنطلون الساقط وشعره اللي موقفه بالجل زي الانفت؟ ولا التيشيرتات الغريبة اللي بيلبسها؟ شفت؟ اديك انت بنفسك في جملة واحدة قلت 3 كلمات انجليزي. جايز ما لقيت لهمش بديل بالعربي. وبعدين هو انت هتقفي لي على الواحدة ولا ايه؟ عموما انا هحاول افضي نفسي عشان اقدر اتابعه، وانت من فضلك يا بابا ابقى يعني خده بالسياسة. ماشي يا دكتورة، ما احنا خلاص بقينا ماشيين على مزاجهم هم. يبقى بابا نكمل كلامنا بعدين. الظاهر هاني جه. هاي مامي. هاي جدو.
وعليكم السلام ورحمة الله. عملت ايه يا حبيبي في المدرسة؟ اسكت يا مامي، النهارده انا والشله عملنا في بعض شويه مقالب، انما ايه اخر حاجه ولاد الايه منزلينها من على النت. مقالب؟ وفين الحصص والدروس؟ بابا خلاص انا قايم وسايب لكم القعده قبل ضغط ما يعلى. انت مش كان عندك امتحان النهاردة؟ يا الامتحان كان في الحصتين الاولى والثانيه. طب وبقية اليوم؟ قعدنا نسمع مزيكا وهتك يا مقالب في بعض. انا مش فاهمة، يعني المدرسين ما اشتغلوش معاكم النهاردة؟ نو اشتغلوا، بس احنا كنا مكبرين فكين ودنا وراميينها. اتكلم جد يا هاني. زي ما بقولك يا مامي، كنا حاطين الهيدفون وبنسمع مزيكا. وليه ما انتبهتش للدرس اللي بتشرح؟ واتعب نفسي ليه وادوش دماغي؟ ما انا هروح الدرس بعد الظهر. لا 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 لا، ده مش كلام، انت محتاج اجيلك المدرسة. مامي انت مش ليك ننجح كل سنه؟ خلاص. امك وهي طالبة ما كانتش بتكتفي بالنجاح، كانت على طول متفوقة وبتاخد ترتيب على مستوى الجمهورية. وبعدين اغاني ايه اللي بتسمعوها دي؟ دي اغاني دي؟ ده زار يا ابني. يعني يا جدو عاوزني اسمع امان يا لالال ليه؟ هو يعني يا كده يا كده مفيش وسط؟ زي مين يا جدو؟ انا مش هقول لك ام كلثوم ولا عبد الوهاب، يمكن يكون صعب عليك تستوعبهم، لكن واحد زي عبد الحليم مثلا مطرب جميل صعب يتوجد زيه في الزمن ده. بس ده اغاني طويله حبتين. طويلة ما تسمعوها يا اخي، وانتوا وراكوا ايه اصلا؟ والكلام كمان اولد فاشون. طب بلاش، ايه رأيك في فيروز؟ اظن بقى حاجة روعة، فلتر ينظف الودان بصحيح. يا عارفها، مش دي اللي بتقول معانا ريال معانا؟ لا مش هي يا سيهاني. امال انهي دي؟ انتوا قلبتوا على الفن، وانا بجد ما عنديش وقت. بتهربي زي عادتك. ده انا حقيقي يا بابا ما عنديش وقت، يا دوب اتغدى وانام لي ساعة عشان انزل العيادة. فتوح سخن الاكل. ويت الغدا ايه النهارده يا مامي؟ مكرونة فرن يا حبيبي، ايه رأيك؟ نايس اي لايك ات. انا عارفه انك بتحبها، عشان كده وصيت فتوح يعملها لك. روح يا حبيبي دلوقتي تشطف وغير هدومك على الاكل ما يجهز. اوكي. يعني ما بيسمعش الا دماغه. مفروض علينا يا بابا يعني نلاقي حلول وسط للتفاهم مع الجيل ده. ايوه يعني نمشي بقى على مزاجهم، مش كده يا دكتورة؟ لا 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 لا, كله يتحل بالمناقشة والتفاهم. هم عمرهم ما هيعيشوا بالاسلوب اللي احنا اتربينا عليه. ليه بقى يا ست الدكتورة؟ ايامهم غير ايامنا. على ايامنا لا كان في نت ولا موبايل، التكنولوجيا بالنسبة لنا كانت يا دوب الراديو والتلفزيون اللي كان بيقفل الساعة 12. ده حتى التليفون انت كنت رافض تدخله البيت عشان المعاكسات، فاكر؟ احنا لا كنا عايزين تكنولوجيا ولا ديولو. المشكلة فينا احنا اللي بنسيء استخدام التكنولوجيا. يبقى نحط عينينا على اولادنا، فهمان يا دكتورة؟ نفضى شوية ونراقبهم، نعرف ايه اللي بيشوفوه وبيسمعوه ومن صحابهم، ولا ايه؟ حاضر يا بابا هحاول. ايوه يا بنتي، ولادنا هم ثروتنا، ما عندناش اغلى منهم. ايه ده؟ انت شامم اللي انا شماه؟ ايوه صحيح، دي ريحة شياط. تبقى المكرونة اتحرقت. عملتها يا فتوح. كان يوم مرهق، بس كانت حفلة حلوة، عقبال كل سنة. ميرسي يا بابا. امال فين هاني؟ ما صدق اصحابه مشيوا وجري عشان يفتح الشنط ويشوف الهدايا اللي جايه له. ما احنا كمان عايزين نتفرج. يا هاني ما تيجي يا ابني تفتح الشنط قدامنا، احنا ملناش نفس ولا ايه؟ اوكي يا جدو. اصحابك جايبين لك ايه يا ترى؟ لا هدايا السنه دي مش قد كده. ليه بقى؟ ما انا شايف حاجات حلوة اهي. حلوه ايه يا جدو؟ دي معظمها قمصان وتيشيرتات مصري. يا سلام، ودي فيها ايه؟ يا جدو انا كل لبسي سينيه. ايوه، اصل هدوم هاني اللي رأفت بيبعتها له كلها ماركات. يعني انت وابوه بتشجعوني وتعالى على المنتج المصري وما يرضاش يلبسه؟ انا يا بابا؟ ما على يدك اهو، الواد مش عاجباه هدايا اصحابه علشان كلها صنع في مصر. لعلمك بقى يا استاذ هاني، ما فيش احسن من المنتجات المصرية. معقول الكلام ده يا جدو؟ زي ما بقولك، عندك مثلا الاقطان المصرية ما يعلاش عليها، ده غير الجلود واطارات السيارات والكريستال. هقول لك ايه ولا ايه، وكله كوم، وصناعة الموبيليا دي كوم تاني. طيب اسيبكم انا بقى وادخل انام عشان عندي عملية الصبح بدري. لم الاطباق والكوبايات ودخلهم المطبخ يا فتوح. حاضر يا دكتور. تصبحوا على خير. وانت من اهله. وايه كمان يا جدو؟ ايوه كده يا حبيبي، ايوه كده،
احبك لما تسأل وتناقش. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بتتكلم عن موبيليا. عندك مدينة زي دمياط طلع لوحدها في صناعة الموبيليا، ومعظم انتاجها بيتصدر. ده غير حلوان في الحديد والصلب، والمحلة في المفروشات. على مهلك يا فتوح، على مهلك. مش عايزين خسائر الليلة. سبحان الله يا جمال بيه. ما احنا كويسين اهو يا جدو. امال ايه اللي ناقصنا عشان نبقى دولة عظمى؟ ناقصنا يا ابني تكنولوجيا لتحديث الصناعات دي. ناقصنا كمان استثمارات عربية واجنبية. بس كده؟ لا، انا ما قلتلكش اهم حاجة. احنا ناقصنا ارادة. ناقصنا ان العدد الكبير ده واللي دول كتير بتحسدنا عليه يشتغل ويبطل بلطجة. بره اللي ما بيشتغلش ما ياكلش. ياه، انا اول مرة اعرف الحاجات دي يا جدو. طبعا، لان على الجانب الاخر في قوة خفية عايزة تفهم الشباب اننا خلاص بنقع اقتصاديا ومفيش امل في الاصلاح. عارف يا جدو، انا لما كنت في امريكا شفت هناك. يا ريت يا هاني ما تعملش مقارنة، لان النتيجة يا ابني بالتأكيد مش في صالحنا. طب ليه؟ مصر يا هاني جت عليها ظروف كتير صعبة، حروب وثورات ومؤامرات خارجية، وكل ده ولسه واقفة على رجليها. ولعلمك عمرها ما هتقع. وبقول جده قال. طب انا عايز اتفرج على اي مصنع من دول. أوي اول ما تاخد الاجازة هسافر انا وانت دمياط، وهناك بقى هتشوف على الطبيعة موبيليا روعة تتحط في متحف والله يا وادي هاني. وممكن كمان نعدي على المحلة. طب هما في المحلة هيوافقوا يدخلونا مصانع النسيج؟ انت بتستقلب جدك ولا ايه يا ولد؟ اوكي، تصبح على خير. الله، واللبن شاهل يا فتوح، الواد عايز ينام. ما بيردش يا جدو. هو كده بيجي بالليل ويعمل اطرش. يا فتوح. حاضر يا بيه، الدنيا مطاريد. ايوه، بس في طفل سهران للساعة 11 وعنده بكرة امتحان مهم. كل مرة كده تفضلوا تستعجلوا فيا لغاية ما الحاجة تقع من ايدي. الله، مش تفتح يا راجل انت كده، كسرت الكوبايات. اوبا، انت عارف انت عملت ايه يا فتوح؟ وقعت اللبن على السجادة وكسرت الكوباية الكريستال، ودي كلها ايه؟ منتجات مصرية. استلقى وعدك بقى. لا، سيبهولي انا يا حبيبي وادخل انت نام. تعالى لي بقى اخر مرة. هتعوز حاجة من تحت يا جمال بيه؟ انت نازل؟ ايوه يا بيه. طب هات لي معاك الجرايد بتاعتي. ماشي يا بيه. فتوح، عايزة كمان تسألي عن كتاب العقاد. استنى لما اكتب لك على اسمه. ما تخافش يا بيه، هفتكره. لا يا شيخ، انت فاكر الاسبوع اللي فات لما قلت لك هات لي كتاب الاغاني؟ جبت لي يوميها كوكتيل اغاني لإليسا ونانسي عجرم. ما سمعتش كويس يا بيه. وانا لما قلت لك على مجلة الفيصل غبت ساعتين ورجعت وقلت لي ما لقيتهاش، واكتشف بعدها انك ركبت ورحت اول فيصل. يا بيه، ما سعادتك بتقرا حاجات غريبة قوي، منها الكواكب واخبار النجوم. انا مش فاهم. انت هتقريني على مزاجك يا راجل انت. انا ملاحظ يعني انك بتقعد كتير قدام اللاب بتاعك ده. بتسلى يا جدو. بس ده وقت ضايع منك يا هاني يا ابني. ليه ما تحاولش تشغل نفسك بحاجة تانية جنب الكمبيوتر؟ زي ايه مثلا؟ الرياضة مفيدة جدا للي في سنك. انا اوريدي بروح النادي يوم الجمعة والسبت وبلعب في تيم الهاندبول. بس ده مش كفاية هاني. انا عمري ما شفت في ايدك مجلة ولا كتاب، مع ان مكتبتي تحت امرك، وانا واثق ان مدرستك فيها مكتبة عظيمة. بتقول كتاب يا جدو؟ ياه، لسه في حد بيقرا كتب؟ وليه لا يا ابني؟ القراية دي اعظم شيء في الوجود. وهنروح بعيد ليه؟ في اوروبا وامريكا اللي انت عاملهم مثل اعلى، واللي هم مصدرين لنا النت والتكنولوجيا، اطلع كده اي ترام او اتوبيس هتلاقي كل الناس شباب ومسنين في ايديهم كتب وبيقروها. مش المهم ان نعرف معلومة وخلاص؟ اوكي، انا بفتح اللاب واعرف اللي انا عايزه. لا طبعا، معلومة الكتاب اصدق وادق بكتير من النت، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي اللي بقت مرتع للاشاعات والمعلومات المغلوطة. مش دايما يا جدو. وانا في سنك ما كانش ليا صديق اهم من الكتاب. وانت في سني يعني ايام الحملة الفرنسية، رايت؟ لا جدك مش عجوز للدرجة دي يا ولد.
وبعدين انت لو عودت نفسك على القراية هتلاقي افقك بيتسع وتكتشف في نفسك ملكات وابداعات ما كنتش واخد بالك منها. طب زي ايه؟ زي كتابة الشعر او القصة. انا؟ طبعا ليه لا. القراية يا حبيبي هتخلي لك قيمة وسط الناس. طب ايه رأيك؟ معرض الكتاب فاتح بقاله يجي اسبوع وانا عايز حد يشجعني ويجي معايا. قلت ايه؟ معرض الكتاب؟ صدقني يا هاني هيبقى يوم ممتع جدا. ده عرس ثقافي الناس بتستناه من السنة للسنة. هسيبك تغير هدومك وتستعد. اوكي يا جدو. ازيك يا بابا؟ اهلا يا دكتورة. تعالي شوفي ابوك لما بيحط موضوع في دماغه. خير يا بابا؟ قدرت اغير تفكير ابنك 180 درجة. بالسرعة دي يا بابا؟ طب ازاي؟ زي ما بقولك واحنا دلوقتي نازلين ورايحين معرض الكتاب. ايه رايك؟ مش معقول هاني وافق انه يروح المعرض؟ بعد مناقشات ومداولات. امال ايه؟ انت فاكره ابوك بيلعب؟ طب حس كده، في سي دي بيتباع في المعرض لعملية ولادة سيزيريان لتوأم ملتصق، ممكن تشتريهولي؟ طبعا يا حبيبتي، كل اللي انت عايزاه اكتبي لي بيه ورقه وانا اجيبهولك. بس استعجلي لي بقى هاني علشان ما نتاخرش. حاضر يا بابا حاضر. يلا يا هاني. هاني يا خبر، الحق يا بابا. خير يا بنتي في ايه؟ البيه اللي انت قاعد بتستناه عشان يروح معاك المعرض ماله؟ نايم في 7 نومة. ايه؟ نام؟ تصور يا سلام، وبراءة الأطفال في عينيه. عملها فيك يا سي بابا. ولو برضه مش هينس. مجازات خيوم علي. اول ما ده يجي لازم احكي له على كل اللي بتعمله فيا دي. يا هدي يا ربي. شكلك تحفة يا فتوح. استنى بقى كده لما اصورك صورة بالموبايل. كمان هتصورني كمان عشان الكرسة تبقى علني؟ ماشي، الله يسواك يا جمال بيه. ده اكيد جدو. ابن حلال والله لا اقول له. السلام عليكم. عليكم السلام. الحاجة عند البيت. ايه يا فتوح حصل ايه؟ حصل ان سهاني زودها على اخر يا بيه. حصل ان اتهزأت. حصل ان ما عنديش قعد في البيت دي. ما تتكلم يا راجل، انت قلقتني. حاضر يا بيه. انا بعد ما ساعات. لا 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 لا، انا اللي هحكي يا جدو. لا بقى انا المضرور، يبقى انا اللي احكي. خلصوني بقى، انا راجل تعبان ومش فايق للعب العيال بتاعكم ده. بص يا فتوح، انا هحكي لجدو اللي حصل وانت بقى تروح تجيب لنا لب من تنزانيا. اوكي؟ بس يا هاني خليك شاهد يا بيه. انا عايز افهم حاجة واحدة. انت حاطط ايدك على خدك بالشكل ده ليه يا فتوح؟ غصب عني يا بيه، مش بمزاجي. الله، طب ما تشيلها. ما اقدرش شيلها سعادتك لو تقدر. انا برضو مش فاهم حاجة، وريني كده. خدي. ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ انت داهن خدك ايه؟ انا ما دهنتش حاجه، ده سهاني خلاني نايم وحط لي صمغ على خدي. لا مؤاخذة جيت اتقلب وانا من عدت احط ايدي تحت خدي عدوة ايدي لزقت ومش راضيه من ساعتين. ولد يا هاني، انت ازاي تعمل حاجة زي كده؟ انت اتجننت؟ بهزر معايا يا جدو. هزار بايخ وسخيف. اشيل ايده ازاي انا دلوقتي؟ وديك النهار حط لي صبار على المخدة، ومن يومين سهري وحط لي شطة في الشاي. انا بعد اذنك يا بيه عاوز اروح البلد. ليه انت كمان؟ تروح تعمل ايه؟ اي حاجة بس الواحد يعيش بكرامته. طيب روح انت، بس افتح الباب وبلاش غلبة. السلام عليكم. ايه يا فتوح مالك؟ سلامته ابنك بيستخف دمه وعامل الراجل الغلبان شغلته وطول النهار هاريه مقالب. ازاي الكلام ده؟ وهو فين الولد ده؟ هرب زي عادته طبعا، لكن والله ما هفوتها له. المهم شوفي حل الصمغ اللي مبوظ وش الراجل ده. حاضر يا بابا، بس الاول عندك زيت زيتون؟ متهيألي في ازازه جوه. تعالى معايا يا فتوح تعالى. يا هاني يا ولد يا هاني، عارف لو كنت في ساحل العاج برضه هجيبك. انا ما كنتش عايز زيت زيتون. طب استريح يا فتوح. بابا لو سمحت ما تتكلمش مع الولد ده، لقاله من النهارده ولمده 3 ايام متعاقب. ايوه بس
بس مش كتير 3 ايام. لا انا ولا حضرتك هنتكلم معاه، غير كده هو محروم من المصروف ومن التلفزيون ومن اللاب كمان. وانت يعني يا ترخي يا تشدي على الاخر، ما عندكيش وسط؟ هو كده هتقعد في اوضتك ومش هتخرج غير الحمام، اوكي؟ مش كده يا عزة. معلش يا بابا، انا اصلي دلعته كتير قوي، وادي النتيجه. طب انا اسف يا مامي. خلاص بقى، محدش الايام دي بيعتذر يا بنتي. ما تعتذرش ليا انا، اعتذر للراجل اللي انت اذيته. اوكي سوري فتوح، ما كانش قصدي مان. اركب الهوا. الله اكبر. الله الله الله، ايه يا فتوح مالك؟ زغزغني. شفت يا بابا؟ لا انت مفيش فايدة منك، انت تتعاقب احسن لحد ما تقول حقي برقبتي. هنتاخر يا بابا. يا بنت الغايب حجته معاه. المفروض الاتوبيس بيوصله للبيت الساعه 3:30، ودلوقتي عدت 4 وعنده درس الساعه 5. اعمل ايه؟ طب ما تتصل بحد من زملائه. ما معيش غير نمرة صاحبه ادهم. خلاص اطلبيه يمكن يطمنا. طيب. الو. ايوه يا ادهم، انا طنط عزة يا حبيبي. هاني ما رجعش لحد دلوقتي. ما تعرفش ياخره كده؟ طيب يا حبيبي، متشكرة قوي. ايه خير؟ ادهم كان غايب النهارده من المدرسه. طب والعمل هنطمن ازاي على الولد؟ تفعيطي ليه بس؟ ابني ضاع يا بابا، ابني ضاع. اهدي بس يا حبيبتي اهدي، احنا لسه ما نعرفش حاجه. انا لازم ابلغ البوليس. ما نستنى شويه يمكن جاي في السكه. لا انا مش جاي لي قلبي اصبر. خلاص انا نازل ابلغ. لازم هو. استني انا اللي هفتح له. هاي جدو، هاي مامي، ايه مالكم؟ انت كنت فين يا ولد؟ كنت فين يعني ايه؟ في المدرسة طبعا. لا سيبهولي بقى كنت في المدرسه. يس. كلمني عربي يا ولد. لا يا بابا بلاش ترمي بفضلك. لما يوصل الامر اللي كذب يبقى لازم ينضرب. انا مش كذاب، انا كنت في المدرسة فعلا. كده؟ طب افتح بقك يا ولد، شممني بقك. جالي كلامي، ادي اللي كنت خايف منه. ايه هو ده يا بابا؟ تعالي شم بنفسك وانت تعرفي. معقول يا هاني؟ سجاير؟ نو، انا ما شربتش السجاير، ريلي ما شربتش. انا مش هسكت، انا هقلب الدنيا واشوف المدرسة اللي تسيب الطلبة يسوقوا ويدخنوا، والله اعلم ايه كمان. بعد اذنك يا بابا، سيب لي انا الموضوع ده. هتعمل ايه؟ مبدئيا هاخده عندي المستشفى، اكشف عليه واحلله، وبعديها هقرر انا هعمل ايه. ربنا يخيب ظننا يا بنتي. اعمل لسعادتك كوبايه ليمون يا جمال بيه. لا يا فتوح ماليش نفس. دي هي دي اللي هتروقك وتعدل مزاجك. الدكتورة اتأخرت. اجيب لك المحمول تطلبه ايه؟ مفيش داعي، لا تكون سايقة عربيتها ولا حاجة واحنا مش ناقصين. اهي افتح لها يا فتوح. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل اوضتك يا حبيبي استريح. خير يا دكتورة؟ طمنيني. احنا زودناها قوي يا بابا، بلغنا في مخاوفنا وظلمنا الولد. انا مش فاهم، يعني هو ما شربش السجاير؟ ولا عمره دقها. انت متأكدة يا بنتي؟ يعني انا هضحك على نفسي يا بابا؟ انا شفت التحليل بنفسي ورجعتها. امال ايه اللي كان مأخر امبارح؟ وليه كان ريحته سجاير؟ الاتوبيس عطل والمشرف اضطر يأجر ميكروباص تاني عشان الاولاد يروحوا، السواق طول السكه كان بيدخن. الحمد لله. ولو احنا برضو من حقنا اننا نقلق، مش مفروض نغفل ولو ثانية واحدة عن متابعة ولادنا علشان ما نخسرهمش. ايوه يا بابا، بس مش بالشكل ده. يا بنتي احنا في حرب، السموم دي تدخل لنا من كل ناحية، ولو ما عملناش كده هنضيع. فتوح جهز الغدا. هو ايه ميعاده في اوضته دلوقتي؟ واخد على خاطره منك يا بابا. مني انا؟ ده ما فيش حد في الدنيا بيحبه وقلبه عليه زيي، ويمكن اكتر منك انت وابوه. ده انا ما صدقتش المثل اللي بيقول اعز من الولد الا لما انت خلفتهاني. عارفه والله يا بابا. امري لله، اهو صالحه والسلام. عنك انت يا سعاده البيت، محدش هيصالح سهاني غيري. انت يا فتوح؟ وليه لا؟ اي نعم احنا بننقف في بعض كتير وهاريني مقالب، لكن اصحاب فريندوز، وهيسمع كلامي وهيجي يتغدى. سيبه يا بابا. ها بتذاكر ايه يا هاني؟ دراسات. ومالك كده بتقولها وانت متضايق؟ مامي هو احنا لازم ندرس التاريخ والجغرافيا؟ دول انا مش بحبهم. انا شايفه ان الجغرافيا والتاريخ دول اهم مواد لازم يدرسوها.
يدرسوها خصوصا للسن بتاعك. واي ليه؟ عشان السن ده اللي بينمو فيه الحس الوطني عند كل شاب، وعشان تتعرف على تاريخ وجغرافية بلدك والمنطقة اللي حوالينا، وعشان تاخد خبرة من الناس اللي سبقوك تستفيد بيها في الحاضر والمستقبل. بس يا سيدي اهو جالك اللي هيشرح لك الجغرافيا والتاريخ احسن مني 100 مرة. جده بقى افضل واحد ممكن يفهمك المواد دي ببساطة. اقوم انا بقى اشوف ورايا ايه. قول لي بقى يا عم هاني، بتدرسوا السنة دي انهي مرحلة في التاريخ؟ وريني كده. يا الحديث والمعاصر، كويس قوي. ايه رايح فين؟ هخلي فتوح يعمل لنا شاي. الشاي التمام للمستشار الهمام وهاني به كمان. وادي يا سيدي الشاي وصل. مالكش حجة يا عم. نبدأ بقى علشان وقتنا ما يضيعش على الفاضي. انا عايزك وانت بتذاكر تركز على الرموز الوطنية. اشمعنى؟ الله جري يا هاني، احنا هنخش لبعض قافية ولا ايه؟ سوري جدو، مش قصدي. الرموز الوطنية في تاريخنا الحديث بالذات كتيرة ومشرفة، والمفروض اننا نتخذها مثل اعلى نقتدي بيه في حياتنا. عندك مثلا الزعيم الراحل محمد فريد. مين؟ محمد فريد. ايه اول مرة تسمع الاسم ده ولا ايه؟ طبعا ما هو في تعمد واضح لطمس انجازات الناس العظيمة دي علشان ما يبقالناش مثل اعلى وشبابنا يفقد القدوة. عمل ايه محمد فريد يا جدو؟ عمل كتير يا حبيبي، عمل كتير. تولى الزعامة بعد وفاة مصطفى كامل، ويعتبر نموذج حي للتضحية والنبل في سبيل عزة الوطن. كان من عيلة أرستقراطية، كان بيمتلك ثروة ضخمة صرفها بالكامل على القضية الوطنية، ومات فقير في منفاه بألمانيا. ياه، طب ليه كده؟ ليه؟ واحد بيحب وطنه ما بخلش عليها لا بالمال ولا بالروح. المفروض كلنا نبقى محمد فريد. مؤاخذة يا جمال بيه، ايه خير؟ الجيران اللي فوقينا ده لو ميه على الفرش. فرش ايه؟ ما انا اصلي متعود كل جمعة اطلع البطاطين والملايات عشان تتهوي. يا دوبك لسه منشر ايه قاموا دلقين المية. اطلع بره، اطلع بره يا فتوح. ليه يا بيه؟ كفالنا الشر. شايفني بتكلم في القضية الوطنية والتضحية في سبيل البلد وهاري روحي، والواد بياخد ويدي معايا في الكلام، وانت تطب علينا كده من غير لا احم ولا دستور. مالي انا بالتفاهات بتاعتك دي؟ يا بيه انا كان قصدي. ما تقولش حاجة خالص. معلش انا الحق عليا. روق يا جدو. بقول لك ايه يا توحة، سمعنا الوداع يلا. كان مزاجي، الله يجازيه. ولا يهمك يا جدو، كمل. كمل، حاضر. يعني انت مبسوط من حواري يا هاني؟ اكيد. والموضوع يعني مش دمه تقيل على قلبك؟ نو، انا حتى عايزك تكلمنا عن رموز تانية غير محمد فريد. دول كتير يا ابني، كتير ما تعدش. عندك الشهيد عبد المنعم رياض اللي استشهد في الجبهة اثناء حرب الاستنزاف، وكان عقلية عسكرية فذة. والزعيم الوطني مصطفى النحاس، وعلي باشا مبارك، والامام محمد عبده. مصر ولادة يا ابني، بس المهم نبحث ونعرف. طب وانا هعرف منين؟ انا قلت لك قبل كده ولسه بقول لك، بالقراية. القراية هي الوسيلة للمعرفة، وسيلة للتنوير والتقدم. وعن طريق النت كمان؟ مفيش شك، وده جانب ايجابي في التكنولوجيا ما اقدرش انكره. انا ممكن اخلي ادهم يقرا معايا. مين ادهم ده؟ ادهم صاحبي، هو عنده استعداد اكتر مني. طب دي حاجة عظيمة جدا، معنى كده ان مناقشتنا النهاردة ما ضاعتش في الهوا. لا دول زودوا على اخر، مش هينفع والله. لا انا طالع اعرف شغلي وياهم. تعال هنا يا راجل انت، تعال ادخل انت يا هاني، كمل مذاكرتك جوه اما اشوف الراجل ابو مخ طائع ده. اوكي يا جدو. هما مين دول بقى اللي تطلع لهم يا متخلف انت؟ ايه هنعمل لنا حكاية علشان شوية مية؟ ما هم اللي بدأوا يا بيه، والبادي اظلم. سوري يا جدو، مش هقدر اجي معاك. الله، ليه بس يا ابني؟ احنا مش متفقين من اول امبارح؟ يا جدو انا لسه بقول لاصحابي في المدرسة ما خلصتش، فضلوا يتريقوا طول اليوم. وانت مالك بيهم؟ دي عيال مخها فاضي، انت حاجة تانية خالص. وبعدين احنا اتفقنا اننا ندور على القدوة الجيدة ونقلدها. سوري، ده حتى رامي صاحبي مسافر العين السخنة، ومهند هيقضي 3 ايام في الساحل، وشادي رايح الجونة. اشمعنى انا؟ اولا ما احبش اسمع منك كلمة اشمعنى، لان كل واحد وله ظروفه. وبعدين ما احنا كمان هنتفسح اهو. وهي بانوراما حرب اكتوبر دي بتسميها فسحة؟ طب يعني تعال
البانوراما ندخل مسرح. ايه رأيك بقى؟ طب ما تمشيها سينما احسن. زي بعضه يا سيدي، مش هنختلف. البانوراما زي ما انت شايف يا هاني بتستعرض كل المعارك اللي خاضها المقاتل المصري من بداية التاريخ لحد ما بنوصل لحرب اكتوبر. بس ده احنا على كده راح مننا شهداء كتير قوي يا جدو. كله فدا الوطن يا حبيبي. يا الحمد لله اني وحيد وما عنديش جيش. انا ما احبش اسمع الكلمة دي منك يا هاني. الجندية شرف يا حبيبي، والجيش بيصنع الرجال. العسكري المصري مقاتل ملوش مثيل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه انه خير اجناد الارض. اصل يا جدو الموت دي حاجة صعبة قوي. لما يكون في سبيل الحق يبقى اسمه استشهاد. طب لو حصل وحتة من ارضنا ضاعت نعمل ايه؟ نروح نأجر ولاد من بره علشان يحرروها؟ وليه نحارب من اصله؟ هقول لك ايه بس يا هاني، هقول لك ايه، الطمع يا ابني بيخلق صراع، ولما بيتوجد الصراع بنلاقي نفسنا مضطرين نحارب مدافعين فقط. عمرنا ما بدأنا بالهجوم. ولما يكون في صراع ليه ما نقعدش ونتفاهم؟ اللي هو السلام يعني. يا ريت يا ريت يا سيدي محدش يكره، واحنا عملنا كده بعد ما انتصرنا في حرب اكتوبر. مدام هو انت حاربت قبل كده يا جدو؟ جدك شارك في اول نصر حقيقي حققته مصر في تاريخها الحديث في حرب 73، وحصلت على نوط الشجاعة الانور السادات. ايه ده بجد؟ طبعا. انت الاول فاهم يعني ايه نوط؟ الصراحة لا. طب مش تسألني؟ نوط يا حبيبي يعني وسام، حاجة كده زي الميدالية. ايه مالك؟ مش عارف يا جدو، حاسس كده بدوخة. ده لان المسرح بيلف وهو بيستعرض كل مراحل التاريخ يا ابني. طب مش هنروح بقى؟ لسه البرنامج فيه غدا وبعدين سينما. يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط بالشكل ده؟ طيب يا العذاب طيب. اسندي معايا يا دكتورة. هني مالي يا بابا؟ مفيش حاجة يا بنت، مفيش حاجة. اسندي قصادي بس. حصل ايه يا بابا؟ طمني. يا ست الولد بخير. لا انا قلبي مش مطمن، اكيد حصل حاجه. يوه بقول لك الولد بخير لغاية ما هنالك انه نام مني في السينما. ايه؟ نام في السينما؟ ليه؟ انتوا كنتوا داخلين فيلم ايه؟ 20,000 الماء. حرام عليك يا بابا، هاني الطفل البريء توديه فيلم معقد بالشكل ده؟ ده الاسم لوحده مشكله. ده فيلم ما حصلش، واخد اكتر من جايزة. يبقى الصبح في البانوراما وبعد الظهر في الفيلم الغريب ده؟ يا عيني يا ابني، يعني ما طلعتش من الخروجه دي الا بالغدا. ولا حتى الغدا، ده يا دوب اخد قطمة من السندوتش وراح في سابع نومة. كمان؟ انا فين؟ انت في البيت يا حبيبي. ومين اللي واقف ده؟ ده جدك يا هاني. عاجبك كده يا بابا؟ اول واد فقد الذاكره. بلاش مبالغة بقى، ابنك هو اللي متدلع. امال يعني عايزانا ادخله فيلم من بتوع الايام دي اللي لا قصة ولا هدف؟ مش على قد سنه يا بابا؟ انا الحق عليا، كنت عايز ارتقي بيه فكريا. طب ده انا كنت عامل له مفاجأة الجمعة اللي جاية، كنت هوديه مكان يجنن. هتوديني فين يا جدو؟ قول والنبي والنبي والنبي. جالك كلامي، عرفت ان ابنك بيتدلع. الله، ايه يا ابني بتجري كده ليه؟ مفيش يا جدو مفيش. مش ملاحظة حاجة يا دكتورة؟ حاجه زي ايه يا بابا؟ ابنك كل شوية تجيله رن على الموبايل، ياخد اللاب بتاعه ويدخل اوضته يقعد بالساعة. فيه ايه بالظبط؟ مفيش يا بابا، جايز بيكلم حد من صحابه. حد من صحابه ولا صحباته؟ واتيفر يا بابا، انا هعمل ايه يعني؟ يا سلام، ومالك بتتكلمي كده وكأن الامر لا يعنيك في شيء؟ طب عايزني اعمل ايه بس؟ تشوفي بيكلم مين. مش جايز في بنت في حياته؟ لا مش جايز، ده اكيد. ياه، وبتقوليها كده ببساطة؟ يعني معقول يا سيادة المستشار ما كانش يعني ليك جير فريند؟ جيرل فريند ايه انت كمان؟ دي امك بنت خالي. لا 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 لا، انا قصدي قبل ما تتجوز ماما. قبل ما اتجوز مين؟ دول كانوا خاطبينها لي بعد الثانوية العامة مباشرة. الانسان لو عاش كده من غير ما يعبر عن احاسيسه ومشاعره بيطلع عنده خلل في تكوينه النفسي. بس برضو لازم تعرفي مين هي البنت دي. دي بنت كويسة. الله، ده انت عارفاها بقى. ايوه ياسمين، ما هي مامتها معايا في المستشفى. يعني الواد بيحكي لك اهو، وهي كمان بتحكي لمامتها. وانت ومامتها بتحكوا لبعض مش كده؟ احيانا. غريبة. الدنيا اتغيرت يا سيادة المستشار. اعمل لي كوباية ليمون يا فتوح. حاضر يا سيان. خد يا هاني عايزك. بابا من فضلك اوعى تحرجه. لا احرج مين،
انا اصلي ما مرتش بالمرحله دي، وعايز اعرف منه شويه حاجات، يعني زي ما بتقولي كده لقاء الاجيال. هو يستفاد مني وانا استفيد منه. خير يا جدو، كنت عايز حاجة؟ كنت عايز اقول لك يعني ان انا غلبان، ما عشتش قصة حب وانا صغير يعني. معقولة يا جدو؟ اللي حصل بقى اصلا على ايامها يا حبيبي كانت الحكاية دي فيها قطع رقبة. ايه الكلام ده يا جدو؟ انما انتوا بقى ما شاء الله ما عندكوش اي مشاكل، الدنيا كلها عارفة الحكاية الا انا. يظهر كنت نايم ولا الزمن عدى من عليا وانا مش واخد بالي، مش عارف بصراحة. انا برضو مش فاهم يا جدو، انت ليك جير فريند ومش عارف تقابلها؟ لا لا، بس انا بشوفك بتقعد ب3 ساعات على اللابتوب، بتقولوا ايه في الوقت ده كله؟ ابدا، هي بتحكي لي عن اللي حصل لها طول النهار في البيت والمدرسة والدرس والنادي. وانت كمان بتحكي لها؟ يس. وايه كمان؟ لو في صور او كليبات جديدة نازلة بنفرجها لبعض. طب وانت ناوي لما تتخرج تتجوزها؟ معرفش، جايز وجايز لا، عموما لسه بدري على الكلام ده. طب لما هو بدري، ايه اللي خلاكم تبدأوا بدري؟ بدري على الجواز لكن كل واحد فينا في الوقت ده محتاج يكون ليه انتيمو. انتيمو؟ ياه، حي الزمن اتغير وجري بأقصى سرعة وراح لأماكن بعيدة أوي عن خيالنا. الليمون يا سيهان. ثانك يو فتوح. وانت يا فتوح مالكش جيرلي فريند انت اخر؟ هي لو الاجزخانه فاتحه هجيب لي انا مش فاهم قصد سعادتك تقصد ايه؟ اقصد يعني بنت تكون بتحبها يعني. انا من بعد ام عبد الرحمن الله يرحمها عيني ما وقعتش على اي حرمه، كانت ست قمه صحيح. ليه؟ ما ده طبعا اخرك ام عبد الرحمن. لكن سعادتك بتسأل ليه يعني؟ سعادتك جايب لي عروسه ولا حاجه؟ عروسه؟ والله فكره، اجوزك بقى وارتاح منك. بجد يا بيه؟ انت ما صدقت؟ امال كنت عامل لي مخلص ووافي. امشي امشي يا واد، روح شوف شغلك. طب والعروسه يا بيه؟ اديني يا سيدي جبتك في اروع مكان ممكن تشوفه عينيك، مكان الدنيا كلها بتحسدنا عليه. اي سي جدو، ذا نايل هايل اول فيو ده. لا بقول لك ايه، في المكان ده بالذات لازم تتكلم عربي. ماشي يا جدو. وبالفصحى كمان. نهر النيل ده يا هاني مش نهر عادي، دي نعمة كبيرة قوي ربنا وهبها للمصريين علشان يعيشوا ويقيموا حياة على الأرض. بيفكرني بالميسيسيبي في أمريكا. لا 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 لا، زي نهر النيل ما تلاقيش، ده أطول أنهار العالم يا ابني. طوله كام تقريبا يا جدو؟ أنا مش عارف بالتحديد بس بيتجاوز 6500 كيلو. ياه، أمال إيه؟ ولعلمك ده بيمر على 10 دول قبلنا. بس شوف حكمة ربنا، كل أنهار العالم بتصب من الشمال للجنوب إلا نهر النيل بيصب من الجنوب للشمال. بس يا خسارة. خسارة إيه يا جدو؟ إحنا مصريين اللي المفروض نحافظ عليه، بنلوثه وبنتعدى عليه بالإشغالات والمخلفات وغيرها وغيرها. معقولة دي؟ ده اللي بيحصل. مع العلم أجدادنا الفراعنة عرفوا قيمته وقدسوه وعملوا منه إله للخير والنماء. مستر التاريخ اللي في المدرسة بيقول إن المصريين كانوا بيرموا له كل سنة بنت عشان يرضى عنهم ويبعت لهم الخير. على فكرة بقى الكلام ده مش صحيح، وكتير من المؤرخين أثبتوا إن الحكاية دي مجرد أسطورة. أسطورة؟ يعني إيه يا جدو؟ أيوة كده يا حبيبي، أنا فرحان إنك بتسأل. أسطورة يعني حكاية خرافية ما حصلتش في الحقيقة، لأن المصري ولاده غاليين عليه ومش بسهولة كده ممكن يفرط فيهم ويرمي حد منهم في النيل. والفلل اللي على الجوانب دي يا جدو؟ دي مش فيلا يا حبيبي، دي اسمها عوامة. مالها؟ كنت عاوز أعرف الصرف بتاعها بيروح فين؟ ما هي دي تعدي من ضمن التعديات اللي بكلمك عنها، ومش دي وبس، ده في مخلفات مصانع ومواشي نفقة وغيرها. طب ليه مفيش حد بيحاسبهم؟ المفروض ان وزارة الري هي المسؤولة عن ضبط المخلفات دي وازالتها. على كده بقى مية النيل ما عادتش صالحة للشرب، رغم ان محطات التنقية بتعمل اللي عليها، لكن مع ذلك الامراض زادت قوي الايام دي، زي فيروس سي والفشل الكلوي وغيره. وده بسبب المية؟ الدكاترة بيقولوا كده يا ابني. عارف يا هاني،
طول ما الفلوكة دي ماشية بفتكر عبد الوهاب وهو بيقول: سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل. شوف روعة التعبير. هو عبد الوهاب هو اللي كتب الكلام ده؟ لا، الكلام ده لشاعر عظيم اسمه محمود حسن اسماعيل، وفي غيره شعراء كتير كتبوا عن النيل. طب انت دلوقتي ايه بيت الشعر او الاغنية اللي جت في بالك واحنا على صفحة النيل كده؟ اغنية ادفع نص عمري لعبد الباسط حمودة. ايه؟ عبد الباسط حمودة؟ انا ناقص يا هاني، وانا اسيب فتوح في البيت تطلع لي انت؟ ليه؟ هو فتوح بيحب يسمع مين؟ انا عارف واحد اسمه شعبولة باين. ايوه يا جدو، ايوه ده مشهور جدا. امال بس رايح امريكا راجع من امريكا وفي الاخر تقول لي عبد الباسط؟ لا، لو على الغربي انا بحب مادونا موت، خصوصا اغنية امريكان لايف، بحس معاها اني طاير. بلاش نتوه عن نفسنا يا حبيبي، بلاش نتوه. يعني لما نحب حاجة من بلدنا، ولما ننفعل بحاجة من بلدنا. ما انت شايف يا جدو البلد وصلت لايه. بس علينا اننا نحلم ببكرة جديد تكون فيه الصورة واضحة ما فيهاش اي غمام، والكل يشتغل عشان نعدي من الازمة. صح يا هاني يا ابني. ايه الكلام الحلو اللي بسمعه منك ده؟ تلميذك يا جدو. طب يلا بينا بقى قبل المغرب احسن زمان امك قلقت. ماشي يا جدو. انت قلت لي الاغنية اللي انت بتحبها اسمها ايه؟ ادفع نص عمري. وانا ادفع نص عمري ان ما كان فتوح عمل كارثة في غيابي. لازمتها ايه الاجازه اللي انت اديتها لفتوح دي يا بابا؟ عنده حالة وفاة يا بنتي. ياه، ايوه، جوز اخته. تعيش انت. امتى الكلام ده؟ امبارح بالليل. الموضوع ده جه في وقت صعب جدا. عندي نباتشات في المستشفى 3 ايام ورا بعض. ما انا كمان ما اقدرش اقول له ما يسافرش، ده اكرام الميت دفنه. وبعدين ده المثل بيقول: قال يا معزي بعد سنة يا مجدد الاحزان. اديته فلوس يا بابا؟ طبعا يا عزة، ابوكي في المسائل دي ما يتوصاش. ما انا عارفه يا حبيبي. جدو، هو يعني ايه الكلام اللي كنت بتقوله ده؟ كلام ايه؟ مش عارف، بس انا كتبت وراك: قال يا معزي بعد سنة يا مجدد الاحزان. ده مثل من الامثال الشعبية، معناه اننا على قد ما نقدر ما نأخرش واجب العزاء. ايه امثال الشعبية دي يا جدو؟ الامثال دي تراث. تراث يعني ايه؟ يعني اقوال وافعال متوارثة جيل بعد جيل، فيها عبرة وفلسفة بنستعين بيها لما الموقف يحتاجها. والامثال دي مطبوعة في كتاب؟ الاهم من كده انها عايشة في ذاكرة الناس وبيورثوها لبعض. ومع ذلك في كتب كتيرة في الامثال دي. يا ساتر يا رب، قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. شوفي مين يا عزة. ده بتاع اللبن يا بابا. طب انت ليه قلت كده دلوقتي؟ احنا لما بنكون مش منتظرين حد يزورنا وفجأة جرس الباب يضرب بنقلق، فنقوم قايلين المثل ده. هاني، قوم اغلي اللبن يا حبيبي. انا؟ ايوه، فتوح سافر ولازم نقسم شغل البيت علينا. جالك الموت يا تارك الصلاة. ايه؟ طب وده معناه ايه؟ الصلاة اول حاجة بيتسأل عليها المسلم لما بيموت، وانت عمرك ما عملت حاجة في شغل البيت، وعشان كده ده انسب مثل ينطبق عليك دلوقتي. يلا يا هاني. مش دلوقتي وحياتك يا مامي، جدو بيشرح لي الامثال الشعبية. ده انتوا بقى. ايوه، ما هو ابن العوام زي ما بيقولوا. وما تسألنيش يعني ايه، شارح نفسه. اوكي. طب وهي الامثال دي موجودة بس في مصر؟ لا، الامثال موجودة في ثقافة كل الشعوب، بس احنا امثالنا بقى واخدة كتير من روحنا المرحة ومن خفة دم المصريين. يعني مثلا واحدة بتتصرف زي مامتها بالظبط، تلاقيهم يقولوا اكفي القدرة على فمها. الفول يقع منها. حلوة والله حلوة. الله يجازيك يا هاني. هي مش بس حلوة، دي كمان منطقية جدا. ولما بيكون الموقف واضح وحد بينكر الحقيقة يقول اللي ما يشوفش بالغربال ودي مشكلة يركب لينسز يا مامي. والله معقول يا هاني، ده انت يا حبيبي عندك سرعة بديهة، يا ريتك تستغلها في حاجات مفيدة. سرعة بديهة؟ ده بوظ الامثال كلها. ما سمعكش احمد باشا تيمور؟ مين احمد تيمور ده يا جدو؟ ده يا حبيبي اشهر واحد جمع الامثال العامية في كتاب، يعتبر مرجع مهم جدا في المجال ده. امتى الكلام ده يا بابا؟ في بدايات القرن الماضي، حوالي 100 سنة. والكتاب ده تقريبا فيه كم مثل؟ حوالي 3000 مثل. على فكرة الكتاب ده عندي في المكتبة، لو تحبوا تطلعوا عليه. طبعا. ودلوقتي بقى ممكن تقوم تغلي اللبن وتساعد ماما في تحضير العشاء، لان المثل بيقول الايد على الايد
رحمة؟ بس انا سمعت قبل كده ان المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. لا بقى يا حبيبي، المثل بيقول مفيش حلاوة من غير نار. اصل انا بصراحة عاوز انام. شفت ابنك؟ طيب حس كده بقى، نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب وديل. بابا اخلص الليلة. عموما علشان انت مشغولة وعندك شغل الصبح، انا هبعت اجيب عشاء دليفري ليا وليك. ايوه اعمل حسابي معاك يا جدو، من فضلك من فضلك. وقعت يا مكار. قوم بقى اغلي اللبن. معلش بقى يا هاني، الكذب ملوش رجلين يا حبيبي.